لن تنام قاطبة. الحسين عموتة المدير الفني للمنتخب الأردني، ألف مبروك. تبسم. الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله. كانت مقابله صحيح صعبه، يعني في هذا المستوى، يعني من التباري ربع النهائي هذه دائما المقابلات كتكون صعبه، لكن الحمد لله انه عرفنا متى نتحمل يعني الضغط ديال الفريق الخصم، خاصه في الدقائق الاخيره بعد ما جبنا الهدف. حاولنا منذ بدايه المباراه اننا نسجلوا، مع الاسف لم تكن هناك يعني الفعاليه الهجوميه، لانه خلقنا لنفسنا اظن 3-4 فرص كانت حقيقيه المفروض نسجلوا منها، لكن الاهم في هذه المقابلات هو انك تسجل وتحافظ على الهدف، وانك تضمن لنفسك يعني مكان في دور النصف النهائي. متى شعرت بالخوف؟ اخر دقائق كانت مرات صعبه، يعني يمكن اخر 10 دقائق مع الوقت البدل الضايع تنظن كانت صعبه علينا. طبعا والتركيز يمكن الكل بدا كيفكر يعني في التاهل، وبالتالي يمكن نقص عندنا التركيز شويه على المقابله وعلى المهمه اللي المفروض كل واحد يعملها، لا فرديا ولا جماعيا. لكن الحمد لله هذه هي هذو هما تطورات يعني الكره، يعني الانسان البني ادم، اللاعب بني ادم عنده احاسيس. طبعا ما يمكنش يعني نطلعوا لهم من مخه على انه ما يفكرش في نهايه في صفاره الحكم، ولكن ان شاء الله هذه امور كنتعلموا منها، وتنظن انه الاستماتة الاخيره كانت جيده وممتازه. الف مبروك. شكرا.